السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحه. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده وفرح وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده اليوم طويل وفيديو جديد ويوم جديد، والنهارده الفيديو ما شاء الله ان شاء الله يعجبكم، كله طاقه ايجابيه. اول التغيرات واول التجديدات واول كل حاجه حلوه. ابتديتها معاكم عند حماتي وهكملها معاكم ان شاء الله باذن الله تعالى. بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك. يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه. يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين، ربنا يبارك فيك يا رب. عيلتي هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيله كبيره جو جوي، هي عيله الصعيد وعوايده. بحب ارحب بكل الناس اللي جت على الزينه اللي دخلت قناه عيلتي واشتركت. بحب ارحب بكل متابعيني واخواتي اللي دايما معايا ومسانديني ورافعين راسي، ربنا يخليكم ليا يا رب. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ما تحرمش من وجودكم. عيلتي هتكبر بيكم وليكم وتكون عيله كبيره جوي جوي، هي عيله يوميات الصعيد وعوايده. أه. بحب ارحب بكل الناس اللي اشتركت جديد. اي حد اول مره يشوف قناه ام مريم يشترك ويعمل لايك ويشاهد الفيديو كامل، ويشاهد الفيديوهات اللي على القناه عشان ربنا يكرمنا. كمان انت اول مره تشوفيني، اول مره تدخلي قناتي، اكتبي لي من اي بلد بتشوفيني عشان انا وكل عيلتي نرحب بيكم. اهلا وسهلا بيكم في حياتي وفي قناتي وفي عيلتي، لان انا بعتبر القناه دي جزء كبير جوي من حياتي. هتعملي النهارده يا ام مريم؟ النهارده بصوا، الفيديو ان شاء الله مليان كله عند حماتي. التنظيفات والترتيبات ونظفت الاوض وعملت فيه حاجات كتير جوي ان شاء الله تعجبكم. سموا الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيت كده في الاول اوريكم شكل الكتل كان عامل ازاي. الكتل ده كان عند حماتي. عملت ايه يا بابا؟ انا عايزه اقول لكم الكتل عليه كميه، حبيت اوريه لكم في الاول اسمنت. عارفين طبقه الاسمنت؟ مش طبقه جير ولا طبقه، من كتر ما ليه فتره كبيره جدا جدا يتغلي فيه، كبيره جدا يتغلي فيه وما يتغسلش، يتغلي فيه ما يتغسلش، لدرجه هي ركنته. ولما سالتها عليه بقول لها الكتل فين بدل البراد اللي كان متبهدل اللي انتوا شفتوه نضفته معاه، جيت لي الطعم الحاجه فيه ممرره. طعم الحاجه قلت لها ازاي طعم الحاجه ممرر؟ يعني احنا بتغلي فيه ميه، جت ممرره. مش قادره اشرب الشاي ولا اشرب اي حاجه منه. جايبين لها ينسون فتله، كركديه فتله، مش قادره. قلت لها طيب خلاص ماشي، طب هاتيه. جبته صدمت من شكله. طبقه الجير عارفين كأنه طبقه اسمنت فيه. فسميت الله كده وصليت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، زي ما وعدتكم ان انا عازمه ربنا يقدرني ان انا هعمل معاكم كل حاجه حلوه ليها. زي ما اتكلمنا وهنفضل نتكلم ان الام حما، الحما ام، الام حما، الحما ام. فمش هسيبها يعني زي ما انتم متعودين معايا. حطيت الكاتل بتاعي، حطيت ملح الليمون وحطيت بوتاص، حطيت الاثنين، حطيت الاثنين يا ام مريم. الكاتل صعب جدا وغليته لدرجه ان هو اساسا بيفصل بسرعه، ما بيغليش الميه. زي ما في غلايات كده تلاقيها بتغلي الميه حلو، لو فصلتيه تدوسي يدوس تشغيل عادي، ده لا، بيغلي شويه كده ويروح فاصل. فزي ما انتم شايفين كده حطيت بوتاص، حطيت ملح ليمون واتصدمت. انتهزت فرصة المية وهي مغلية، الملح الليمون والبطاطس، ورحت جايبة المعالق والشوك والسكاكين والمعالق الكبيرة والكوبشات وكل حاجة تتخيلوها في المطبخ، ومعالق الشاي الصغيرة والكبيرة والسكاكين، كل حاجة تتخيلوها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة ما اكدبش عليكم كنت متضايقة جوه منه، مش عايزة اقول كلمة تاني. كنتش طايقة اساسا اليومين اللي هقعدهم اكل واشرب كده ازاي. ورحت حطيتهم في الصينية وفضيت بتاعة المعالق، الشيالة بتاعة المعالق والشوك بطين اساسا وزراج. وانتهزت الفرصه ورحت الميه اللي نازله من ملح الليمون اللي انا بغليها بالكتل، ورحت كبيتها عليهم علشان خاطر عايزه اقول لكم تنزل كل البلاوي اللي فيها. كل حاجه فيها كده تنزلها لها. بصوا شايفين العلبه الاساسا المنظم اللي كنت انا اللي جايباهم حاطه فيهم المعالج عامل ازاي من جوه، منظره صعب جدا. آه. فبصوا كده وانا قلت اتسلى عقبال الكتل ما يفصل. ايه اللي حصل بقى؟ اما حطيت ملح الليمون وحطيت البوتاص يا بنات، للاسف الكتل ما نضفش. الكتل بصوا طبقه اسمنت كبيره. فرحت حطيت ملح ليمون تاني، ما يقستش وانا لولا اساسا خاف ان هو اساسا القعده فيه منه فيه. كنت تعالي، كنت يا بنات غليته اساسا بس عشان خاطر ما يبصي ولا يحصل له حاجه وحشه يعني، وخاصه ان هو قطعه واحده يعني الكهرباء فيه ملهوش قاعده. بس عايزه اقول لكم جميل، طعم الشاي فيه جميل وطعم الميه فيه حلو قوي. فرحت برضو ايه غليته 3 مرات. بصوا شايفين الطبقه عماله كل ما اغلي مره تفك شويه تفك شويه لحد ما خليته بيلمع. عملتي الحاجه معاكي صعبه غليتيها مره، لا ما توجعيش في نفسك وفي ايديك، لان الطبقه دي بالذات وانت بتعملي بالسلك مش بتطلع.
خفت اعمل بسكينه مثلا او بمعلقه اجرحه او يتخرم مني يبوظ، خاصه اللي السلس بتاعه حلو قوي يعني. كان عندها من زمان كنا بنغلي فيه، لان التاني اتحرق لو تفتكروا، ولع ساعه الكهرباء يعني. كنت عامله عليه فيديو برضه على القناه الكبيره اللي هي قناه الصعيد وعوايده. غسلت كده بالسلك كده والبريل، لقيته لا، لسه عايز تاني. فرحت شطفته ورحت حطيته وحطيت عليه شوية ملح ليمون تاني لتالت مرة. وكل مية كل مرة احط المية واغليها اروح كبها على المعالق والشوك والسكاكين، قلت استفيد بالمية. ونزلت كده زي ما بيقولوا كده في الشيالات بتاعه المعالج والسكاكين كده، بصوا خليتها بتلمع. عايزه اقول لكم بصوا، انا مش عارفه الكاميرا ظالمه الفيديو والله. الكميه السراب الدهون البلاوي اللي نزلت من المعالج والشوك والسكاكين، عايزه اقول لكم ان هي كمان مش ظاهره بالنسبه لكم يعني. هو كده مش ظاهره يعني، شكلها بالنسبه لكم كده مش باين البلاوي اللي نزلت من الحاجات المركونه والحاجات اللي بتستعمل مش نظيفه. بصوا الكتل، عايزه اقول لكم كمان بصوا شايفين رجع بيلمع، قعد حاجات بسيطه جدا. قلت ايه، نضيف زي الفل، هديله غلوه كمان قبل ما امشي هيبقى زي الفل. طب فضلت وراه لحد ما خليته بص بيلمع، طلعت كل اللي كان فيه. وكده بقيت ايه اتسلى كده ومسكت كده الشياله بتاعت المنظم بتاع المعالج والشوك والسكاكين كده، وقلت انظمهم كده واشيلهم. بس ايه اكتفيت كده بدايه كده الفيديو، وركنت لكم كده اخر الفيديو هتشوفوا مع بعض اللي انا عملته. وغسلت كده كل حاجه. عايزه اقول لكم الفيديوهات اللي جايه هتشوفوها ان شاء الله، ابتديت كده واحده واحده كده انظف كل حاجه موجوده على قد ما اقدر يعني. لان انا مشيت وناويه لما ارجع باذن الله تعالى هكمل تنظيف وهكمل روتينات. كل ما ربنا يقدرني على حاجه هعملها. عايزه اقول لكم الحركه اللي انا عملتها دي، حطيتهم في ملح الليمون وغليتهم، ما خدتش وقت خالص مني وما تعبتنيش. هي بس النظافه نظافه. بني ادم لو عايز يعمل حاجه هيعملها، بني ادم لو عايز ينظف حاجه هيعملها، مش هتاخد وقت، تخليكي كده ناصحه وتخليكي شاطره وتفرحي اقرب ما ليكي. كفايه بس دعواتها ليا، كفايه ان طول الوقت بتدعي لي يعني. دايما تقول لي محدش بينظفني غيرك، ربنا ينظف قلبك وينظف جسمك من كل مرض. مش عايزه اكتر منها الدعوه الحلوه ديت. ورضا جوزي برضو يعني، دي هنرجع تاني نقول سواء جوزي كويس جوزي وحش، سواء جوزي كويس معاها في حبه مشاكل في حبه زعل، وده طبعا ما بحبش، بس انا بتكلمك في كالعموم يعني. انا كست معايا اولاد سواء بنات او صبيان، اعامل ربنا سبحانه وتعالى. وادعوا لي كده واحنا بنتكلم على الصبيان، يا ام الصبيان يا مربيه الخيبه للغيبه، اعملي لاخرتك، مفيش حاجه مستاهله. آه، ادعوا لي ربنا يكرمني واخوي بناتي. ومش بس كده كمان، خلاص يا اماد، مش بس كده كمان، ربنا يكرمني بالولد الصالح اللي يقر عيني. دايما بدعي ربنا ان يخلي لي بناتي بولد صالح. يعني نفسي اشوفه كده عالم في القرآن، نفسي اشوفه كده امام جامع، نفسي اشوفه كده حافظ كتاب الله. يعني دايما اقول له اديني ولد صالح، ولد صالح مش واد وخلاص، لا انا عايزاه يكون صالح، يتقي ربنا فيا ويتقي ربنا في نفسه، عشان يعيش مرتاح هو وعياله، عشان بعد كده حياته تكون مستقرة ومرتاحة. نفسي كده افرح بيه. كان مريم صوتها حلو جدا، فلما بتقعد تدندن ببقى بتمنيه كده ان انا ربنا يكرمني باخ ليها، اسمع صوته يرن في الجوامع، اسمع صوته يرن كده بذكر الله وحفظ القرآن، اسمع صوته يرن كده بالاذان، اسمع صوته بيرن كده وابني واقف بالامام بيصلي بالناس. ده حلم من زمان ان انا ابني اشوفه كده يعني، ان انا ابقى قاعده فرحانه كده انا واقفه بصلي وابني الامام. ادعوا لي كده ربنا يحقق لي امنيتي ويكرمني كده ويكون صالح، مش ولد وخلاص. يجيني ولد لا قدر الله عاصي، او نقول مثلا مقصر في حق الله، لا، ويكون صوته حلو وكل شويه يدعي ربنا كده طول رمضان، وندعي ربنا كده. عايزاه يكون ربنا يا رب يفرحكم بقى. خلينا في الفيديو بعد كده نحكي ايه، هنقعد الفيديو كله نتكلم مش هنخلص. اللي قاعد معايا لحد هنا يلا صلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما ننساش نكتر من الاستغفار، اللهم اني استغفرك ربي واتوب اليك، والصلاه على الحبيب المصطفى يحل لنا بها كل المشاكل. حاطه امل كبير جدا في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم. شدوا حيلكم مع ام مريم على قد ما تقدروا، مش عايزه منكم غير الاشتراك واللايك بس، وتشيروا الفيديوهات وتشاهدوا الفيديو كامل بس، مش عايزه منكم اكتر من كده. عايزه ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بيكم وقناتنا تكبر كده ان شاء الله، وتكون قناه كبيره برضو بفضل الله ثم دعمكم وحبكم. هو ده الطلب اللي طالباه منكم. تعالوا بقى نحكي في الروتين.
زي ما انتوا كنتوا شايفين البيت متبهدل والهلوس في كل حتة. ابتديت كده هلست الحيطان، نفضتها، نفضت البيبان، نفضت الشبابيك، الباب، البلكونة. كنست كده البلكونة على السريع لان الأوضة ما كانش فيها كهرباء، كانت مظلمة. فكنت بعمل بسرعة. وابتديت كده ان انا ارتب الدنيا، فرشت السرير زي ما انتوا شفتوه، نضفته وشلت البطانية عليه، كانت مش نظيفة خالص، شلتها ونضفتها. فتحت الشبابيك، ظبطت الدنيا بحيث كده اديت روح حلوة للمكان كده ونضافة، وخليت المكان كده روحه حلو ونظيف يعني. الترابيزه دي الناس اللي متابعاني من زمان عارفاها. دايما كنت كل ما بعمل حاجه، ما دهنت المطبخ دهنتها، ولما دهنت الشقه برضو دهنتها. طبعا مريومه ربنا يخليها لي يا رب، كانت مساعد قوي جدا معايا. زي ما انتم شايفين بتروج وبتنظف وبتشيل وبتحط معايا. فقلت بالسلك كده وادعكها، لان حسيت الترابيزه اساسا مزرجه ومطينه نبطين. كل حاجه تتخيلوها قدرت ان انا اعملها، ولو بايدي ان انا اعمل اكتر من كده هعمل. يعني خدت الفتره كلها روتينات كده حلوه وتنظيفات حلوه، كلها هنزلها لكم هتعجبكم. اللي قاعده معايا لحد هنا يلا شيفاك، اللي مش حاطه لايك حط لايك لام مريم، وما تنسوش دعواتكم الحلوه ليا. ربنا يكرمني في قناتي ويوسع رزقي، ربنا يسد عليا وعليكم من ديون يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اوبا. مواد عايزه اقول لكم كانت نايمه يا دوبك ابتديت اسجل الفيديو صحيت، وبعد ما اخلص تسجيل هتنام. هي كده مواد عامله بالعين، كل فيديو لازم تطلع فيه معاكم، صح يا وده؟ قولهم لايك. ولا ازيك يا ماما؟ كل ام بتشوفني. ربنا يخليك يا امي، ربنا يبارك لي فيكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش كمان اول تعليق مثبت لدعوه حلوه من القلب. حطيت الاريال كده، الارض بصوا طين، شايفين الزراج اللي في الارض؟ يعني بصوا، مش هو الفيديو بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاجه ان انا اكلمكم اقول لك اي حاجه. حطيت الاريال كده ونزلت في الارض، خليتها بتلمع. الارض عايزه تدعك، عايزه كلور. وفي ناس كتبت لي استعمالات كتير جدا. اوعدكم ان شاء الله. في وصفه كتبت لي المطبخ حبيبتي، اوعدك ان شاء الله باذن الله المره الجايه. خلاص يا ود. باذن الله تعالى انا هعملها مخصوص، لان انا ما لحقتش ان انا اعملها، بس انا نظفت تاني المطبخ. في فيديو تاني للمطبخ برضو دعكت فيه الارضيه تاني، هتشوفوه معايا لقد ما قدرت. المره الجايه باذن الله تعالى هعمل فيه الوصفه اللي انتوا كتبتوها لي، وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه جدا باذن الله. يعني بصوا عملت فيه شويه حاجات هتشوفوها ان شاء الله الفيديو اللي جاي. يعني على قد ما قدرت. بس يعني الحمد لله على كل حال. بصوا هنا البيت زي ما انتم شايفين الحمد لله، سبته منور، سبته شمع. بصوا فله شمعه منوره، سبته كده على راي المسابقه. فله شمعه منوره. ومش بس كده كمان، خليته كده حاجه فاخر من الاخر يعني. روقت ونضفت فيه كده على قد ما قدرت، على قد ما قدرت كده. ومريم اهو زي ما انتم شايفين دعكنا الارض. بص كميه الطين والزراج اللي طالعه من الارض عامله ازاي. وجريت بالمساحه كده، الممسحه بتاعتي لسبب عشان بس لما اكب ميه ما اكبش ميه كتير، فاهمين ازاي؟ و مريم طبعا زي ما انتم عارفين بتساعدني، لان انا عندي الم شديد في ظهري، يعني ادعوا لي بالشفا. فما اقدرش ان انا زي الاول يعني. وحشه سعيد راحت عليه خلاص، اتحسدت. اتحسدت يا بنات. الحمد لله على كل حال. آه فبس كده يعني. فعايزه منكم كمان دعواتكم الحلوه لاسماء قناه خليكي معايا. حبيبتي طبعا واختي مش محتاجه كلام، ربنا يشفيها ويعافيها. زعلت جدا على اللي حصل لها. ربنا يا رب ما تشوفي شر ابدا يا اسماء. واللي حصل دهواتي ربنا يشفيك ويعافيك، وقدر الله ما شاء فعل. والحمد لله انها جت على قد كده وجت بسيطه، والحمد لله. عايزاكم كلكم تدعوا لها بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب وما تشوف شر ابدا. كانت دي زعلانه جوه عليها وعلى اللي حصل لها. ربنا معاها يا رب ويشفيها ويعافيها يا رب العالمين. ما تشوفي شر ابدا يا اسماء. ما تستاهلي والله. يلا الحمد لله على كل حال يا حبيبتي. الناس كلها تكتب في التعليقات لاسماء خليكي معايا ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. زعلت جدا عليها، ما شفت الفيديو قعدت ابكي عليها وقعدت اكلمها في التليفون بص وابكي وقلت لها ياسمين ما تزعليش وربنا يشفيك ويعافيك وطمنت عليها، وهي الحمد لله احسن ان شاء الله. ربنا يعفى عنها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وقدر الله ما شاء فعل. حسد والعين علينا حج وايا كان اللي حصل ده اراده من الله سبحانه وتعالى وربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا حبيبتي. خلصنا كده الارض زي ما انتم شايفين، ولميت الميه اللي كانت فيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وفرشت السرير ونضفت السيراميك، وطلعت كمان نضفت الصاله السيراميكي، نضفت الارض البلاط خليته بصوا بيلمع ازاي. وشطفته كذا مره علشان الارض كده تنور وتبقى ريحتها حلوه كده وكده. وتحس كده بريحه النظافه. عارفين ريحه النظافه اللي انتوا بتحسوا بيها كده؟ لازم تحسوا بريحه النظافه كده، تشموا كده ريحه النظافه وتحسوا بيها. خلصت كده. وتعالوا نعمل مع بعض كده مشروع مربح جدا. هنعمل مع بعض البريل المواعين. عايزه اقول لكم انا ما بشتريش بريل من بره ابدا. الموضوع ده بصي هتبيعيه هتكسبي حلو قوي.
بصي حاجه بسيطه مش مستاهله، ب2 جنيه هتفرحي كل الناس اللي حواليك. ايه يا ام مريم؟ هتفرحي اهلك، هتفرحي اختك، هتفرحي جارتك، هتفرحي حماتك، هتفرحي امك، هتفرحي اي حد انت تعرفيه. مش هيكلفك 2 جنيه. هتجيبي كيس بريل مركز. ايه يا عمري؟ معلش معلش معلش. هتجيبي كيس بريل مركز. كيس البريل المركز فيه ب25 وفيه التايجر ب30. يعني هو التايجر، يعني انا افضل التايجر. هو التايجر كان ب25، مش عارفه بيقولوا بيجي ب30، مش عارفه صح ولا لا. وهتنزلي بالكميه، يا اما هتجيبيه كله في كيس واحد البودره مع السائل، او هتجيبي كيس بودره وكيس سائل وتضيفيه، وتجيبي الميه، وتفضلي بالتدريج تكب الميه وتقلبي فيه. بالتدريج تكب الميه وتقلبي فيه لحد ما بصي، على قد ما هتدوبيه على قد ما هتاخدي منه رغاوه وهتاخدي منه كميه حلوه. ومش بس كده، هتخليها زي ما انت عايزه تخففيها براحتك، عايزه تكسرها براحتك. بيعمل كميه حلوه تقضيكي شهر واكتر، وهتبسطك وتبسط اللي حواليكي. ازاي يا ام مريم؟ يعني انا رايحه لامي، جزازه حلوه كده، جزازه عندي اعمل لها كيسين، لاختي لحماتي لجارتي، هفرحها. ومش هيجي عليكي ب3 4 جنيه الكيس، اصلا مش مستاهله. هي ال20 جنيه بقت فلوس، هي بقت ل1000 جنيه في الزمن ده فلوس. ال1000 جنيه مبقتش فلوس عشان تنزلي ب1000 جنيه عشان تجيبي فرخة وشوية خضار وشوية حاجات عشان تعملي أكل يومين يا دوب. الحمد لله على كل حال. بصوا فرحة بتكلمكم مودة ولا ايه؟ طبعا مساعدة فرحة هتنضف دلوقتي، هتشوفوها. طيب حاضر حاضر يا مودة. مودة بتهيص. مودة مصممة تبوظ لنا الفيديو يا جدعان. مودة مصممة تبوظ الفيديو. بتسجل يا بات. خلاص. يا لهوي حبيبتي. يلا كده دعواتكم لام مريم. طبعا شايفين بناتي يا سلام، كل حاجه حاطين ايدها فيها. يعني فرحه دي لازم. دوبته كده خلاص، خلصته. زي ما انتم شايفين الرغوه بتاعته وحلاوته. عايزه اقول لك مشروع استنى اقول لك كلمتين بتنسيني الكلام. عايزه اقول لكم مشروع مربح جدا، يعني كمشروع مربح ليكي. مشروع مربح. لا مش هينفع كده يا مواد. بحاول اسكت فيها كده على قد ما بقدر عشان خاطر تسكت، عشان خاطر تسمعوا الفيديو بهدوء يعني. لان انا عندي مشكله في التليفون، مشكله في النت اساسا، مش في التليفون، عندي مشكله في النت. فالفيديو بياخد فتره طويله جدا جدا عشان يحمل يعني. هنزل لكم الفيديو ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت مصر كل يوم ان شاء الله باذن الله تعالى يعني، عشان خاطر ما تاخرش وعشان خاطر الفيديو ياخد وقته ويتسمع. ربنا يخليكم ليا، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. تدوبيه كتير، لان كل ما تدوبيه اكتر تاخدي منه اكتر يعني. يبقى الجردل اللي انت شايفاه ده يتكسر بميه تاني. يعني انت عايز تكسري بميه تاني تزوديه ماشي، عايز تاخدي منه بالطلب زي ما انت عايزه ماشي، عايزه تبيعي منه ماشي. الكيس بيتجاب ب6 جنيه وب7 جنيه، يعني شوفي انت الكميه تعمل لك كام كيس يعني. كيس ب25، لو هتعمل لك 10 12 كيس يعني 10 12 كيلو انت الكسبانه يعني. هتعمليه لبيتك موفر، هتعمليه تفرحي بيه الناس اللي حواليك. لا انا بستعمل وبجيب جراكن من بره، او بستعمل بري وظروفك سامحه خلاص. لو هتعملي تفرحي الناس اللي حواليك جبران خواطر، مش مستاهله والله. لو حد من ظروفه تعبانه وساعدتيه باقل حاجه، شوف كيسين البريل دول اسمك برضو ساعدتيه وجبرت بخاطره. لو كل شهر هتجيبي لك كده كيسين وتعمليهم وتطلعيهم لناس غلابه تستاهل، اسمك جبرت بالخاطر واسمك عملتي اللي في مقدرتك. هو ده اللي في مقدرتي وهو ده امكانياتي، ان انا اجيب كيسين بريل واعملهم واطلعهم كده. هو ده جبران الخواطر اللي احنا اي حاجه في امكانياتك تقدري تساعدي بها غيرك ما تتاخريش ابدا عنها. آه، البت مودة دي مخلياني مش مركزه معاكم. خلصت كده خلاص، خلصته زي ما انتم شايفين. هتسيبيه ساعتين 3 او سيبيه بات لتاني يوم. من تاني يوم تفضلي انك انت تعبيه او انك انت توزعيه زي ما انت عايزه يعني، تعبيه عندك في حاجه زي ما يكون يعني. خلاص خلصت كده هشيله. ده كان تاني يوم، كنت بوريكم شكله كده تاني يوم. عايزه اقول لكم تخين ما شاء الله عليه. والكميه دياتي اساسا زودناها ميه تاني زي ما انت عايزه. وتستعملينها في البيت ان شاء الله. حاجه حلوه وحاجه كويسه وحاجه انت عاملاها بايدك يعني، وحاجه موفره جدا يعني. انت ممكن تقضي الشهر كله ب25 جنيه بريل. ما لازم نعمل كده، لازم حاجات هنقتصد فيها يعني عشان هو ده الظروف يعني. دي فرحه طبعا بتقول لكم كده، بتقول لكم لايك وبتحكي معاكم وفاهمين انت الدنيا، وبتتكلم وبتوريكم البريل اللي طلع حلو والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. تعالوا بقى نرجع ايه للمواعين بتاعتنا.
كده نضفت الكاتل ونزلت كده في المعالج والشوك والسكاكين زي ما انتوا شايفين كده. طلعت الصدى، طلعت كمية الدهون اللي كانت في المعالج والشواك والحاجة اللي كانت مركونة كلها، نزلت فيها كده زي ما انتوا شايفين. حطيت البريل وحطيت السلك كده، وابتديت ان انا اغسلها كويس جو وانضفها واشطفها حلو جدا زي ما انتوا عارفين عشان خاطر تنضف. انا بصوا كنت بدوس بالسلك كده وبنضفها بحيث ان ايه، هو عموما يعني ملح الليمون لما كبيته ده كمان لو هتغلي، لو عندك حاجه فيها دهون هتشوفوا الفيديوهات اللي جايه تغليها تنزل كلها اساسا، وانت حاطه الحله على النار وتنزلوهم فيها بملح الليمون، كل اللي فيها هينزل. دوبت شطفه كده بحته بريل وسلك مش محتاجه يعني. بصوا كده باخد كده وبغسل كله، الكميه كلها معايا بغسلها وبنضفها. بصوا شكل الميه اصلا متعكر ازاي، كل الرواسب وكل الميه كلها دهون وكلها رواسب نزلت من الحاجه كلها كده زي ما انتم شايفين. نضفتها كده بصوا كانت بتلمع الستانلس نفسه لما غليت نضفتيه بملح الليمون اساسا يرجع بيلمع. واهم حاجه المقص ده، عشان المقص ده بتاع حماتي ثروه قوميه زي ما انتم عارفين يعني، اهم حاجه. وعايزه اقول لكم ملوش حل، دايما تقول لي استعمليه، هو تقيل بس حلو جدا. انت تجيبي مقصات من اي حد الا ده من زمن الزمن، وحاجه كده قيمه وحاجه كده بس اللي فيه حل يشيل يعني. كان زمان يا ولاد ربنا يدوهم الصحه، جدودنا وامهاتنا وحمواتنا ربنا يدوهم الصحه. مقص تقيل قوي يعني، انا بالنسبه لي تقيل يوجع الايد من غير ما استعمله اساسا يعني. ندعي لهم ربنا يدوهم الصحه يا رب ويدومهم نعمه في حياتنا. واي حد والديه متوفيين ما ننساش الصدقه والدعاء وقرايه القران، دي اجمل هديه نقدمها لهم في حياتهم وبعد ما ماتوا. ما نقدر نوفيهم ابدا ولا نوفي حقهم لينا. بس كده زي ما شفتوا خلاص خلصت كده المعالج. بصوا شكل الميه عامله ازاي، متخيلين شكل، بصوا شايفين شكل الميه عامله ازاي. آه، ربنا يقدرنا على حاجه نعملها. ما تنسوش يا بنات اول تعليق مثبت لدعوه حلوه من القلب. فيديو معلش انا سجلته بدري شويه، كان لسه الفيديو يعني نازل بتاع امبارح، فعشان يلحق يحمل لان بتعب جدا في تحميل الفيديوهات. فبس كده رحت ابتديت كده بقى ايه ارص بقى المعالق كده. بصوا زي ما انتم شايفين فتحت الميه شطفتهم حلو جدا، وابتديت ارص كل حاجه كده في مكانها وارتب كده المعالق. حطيت السكاكين في مكان، وحطيت المعالق الكبيره في مكان، وحطيت ال- 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 المعالج والشكر. المهم يا بنات يعني ان انا ايه نضفته نضيفه حلوه وغسلتهم غسله حلوه كده وحممتهم حميمه حلوه حلوه حلوه، ونزلت منهم كل البلاوي اللي كانت فيهم، وغليتهم غلوه حلوه كده. وبصوا حسيت كده براحه نفسيه حلوه جوه على فكره. وكمان لسه هتشوفوا المواعين عملت فيها ايه يعني، لسه هتشوفوا معايا اللي جاي احلى واحلى. يلا بينا نقول دعوه حلوه من القلب. دعوة حلوة من القلب لكل عيلة السعيد وعوايده بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفرحكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. قولوا إن شاء الله آمين اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة كده منكم لأم مريم، ربنا يكرمني يا رب، يعوض عليا ويفرحني ويديني الولد الصالح اللي يقر عيني. وكمان ربنا يكرمني في قناتي وقناتي تكبر ان شاء الله باذن الله. لسه مفيش مستحيل، مفيش مستحيل. ربنا يكرمني بالميت الملك ويسد ما عليا وعليكم من دون يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة من القلب لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يشفي كل مريض بيتألم. دعوة حلوة لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب لها للسما والأرض. دعوة حلوة لمنيرة، ربنا يا حبيبتي يفك كربك ويزيل همك. وندعي لأختها ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، توفت ويصبرك على فراقها يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. ويديك ويرضيك يا رب يا منيرة، ربنا يرزقك رزق يتعجب ليها للسما والارض. دعوه حلوه لام صفيه بالصحه والستر وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض. ربنا يفك كرب امك واختك يا رب يا ام صفيه، ويدي مريم الزوج الصالح ويعوض عليها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه من القلب معايا لام حبيبه، ربنا يرزقها بالشقه الجديده ويشفيها ويهدي لها بنتها، اللهم امين بالشفاء ليك يا ام حبيبه، وربنا يكرمك بالملك الملك احنا وانتوا كل من قال امين. دعوه حلوه متابعتي بتقول ربنا يرزقني انا وجوزي ونبني بيتنا ويسهلها فيه، اللهم امين يا رب العالمين. دي الدعوات اللي اتكتبت بس. دعوه حلوه لعمر، ربنا يكرمه بكليه الطب.